اما النوع التاني من الصور المصغره هو النوع اللي قدامكم النوع سهل جدا في تصميمه، ولكن طريقه تصميمه هو السهل الممتنع. الفكره هو عباره عن شخص محطوط على خلفيه، والخلفيه اللي وراه فيها اوباستي وفي كتابه. لكن اللعب بقى فين؟ اللعب بقى اللي احنا نوصل للجوده دي. والفكره بتاعت الصور المصغره، ركز معايا بقى كده في شويه حاجات هقولها لك بالنسبه للصور المصغره. رقم واحد بالنسبه للصور المصغره، لازم الشخص يكون كبير في الصوره المصغره. لو انت بتعمله يعني بتعمل صوره مصغره لشخص، لازم الشخص يبان اللي هو يعني مقاسه في الصوره المصغره اخد حجم كبير، مساحه كبيره جدا، مساحه كبيره جدا من الصوره. وكمان لازم يكون الشخص متفاعل مع الفكرة. يعني ايه متفاعل مع الفكرة؟ هنا الفكرة موقع ممنوع تدخل عليه. جميل قوي. ايه الموقع الممنوع تدخل عليه؟ اولا الفكرة قوية جدا لما انا قلت ممنوع. فلما قلت كلمة ممنوع رحت انا خليت صبعي اكس، يعني عملت اكس كأنها بقول ممنوع، وخليت من شكلي كأني غضبان، وكمان الشخص قريب. الحاجات دي تخلي ان الشخص يدخل على الفيديو. يعني الصورة المصغرة نجحت في دورها. طب ازاي نعمل صورة مصغرة زي دي؟ ركز معايا. اول حاجة هنروح على قائمة فايل، نعمل طبعا نعمل المقاس بتاعنا، وطبعا هيكون بالعرض، ونسيب كده اهو. يلا نروح بقى على موقع لامرينا او المرينا بقى، كل مره هقول نفس الاسم الغلط بقى وصح زي ما يطلع. هنروح هنا نعمل دايركت شات، ودي طبعا هنعملها جنريت ايمج، هيتحول لانه بنينا. هنا نروح بقى نجيب بقى الصوره بتاعتي اللي هي الصوره دي، الصوره بتاعتي اللي هي الطبيعيه. لو ان انتوا عايزين ارفق لكم صورتي هبعتها لكم، مفيش مشكله عشان تجربوا عليها. وهنروح بقى على شات جي بي تي. طبعا انا كتبت انا عايز برومبت لصوره لجعل لشخص، مش عارفين هنا زياده، غضبان ويعمل بصبعه اكس، بس ده اللي انا عايزه. انت فهمتوا الفكره؟ وراح طلع لي البرومت ده، اروح اكتبه بقى على الموقع ودوس كنترول في، ونعمل جنريت او نستنى شويه. طبعا لو البرومت ناجح باذن الله مش هيعدي ال 15 ثانيه، 15 بالكتير قوي 20 ثانيه. ده طبعا لو البرومت ناجح. طبعا شفته ما عداش ال 10 ثواني كمان. اوه طلع لي بنفس شكلي بالملي. ده انا يا جماعه. اهلا وسهلا بيكم يا جماعه، ده انا. تمام، هتاخد بقى الصوره دي هي هتحملها. يلا بينا. اتحملت ايه. ممكن تروح تحسن طبعا جودتها من الموقع اللي احنا قلنا عليه، ولكن احنا هنشتغل بسرعه. وهو مديني بامانه موقع يعني جوده كويسه، وطبعا مخليني منكش شويه، فحلو يعني. هندوس هنا دون. اوكي. هنروح طبعا نعمل هنا ريموف باك جراوند. لو انت معاك النسخه الحاليه، لا اي لو انت معاكش نسخه اللي هي فيها ريموف باك جراوند، اي موقع ينزل لك الصوره عادي، يعني ينزل لك الخلفيه. في مواقع بالهبل. طبعا هكبره شويه حتى لو قطع جزء من الراس مفيش مشكله، لكن انا عايز اللي انا بان ضخم كده اهو في الصوره المصغره. اما بالنسبه للخلفيه، هننزل كده تحت، هنعمل هنا solid color، وهنعملها مثلا باللون الموف بس يبقى غامق شويتين. اوكي. وبعد كده نروح نعمل نيو لاير، نروح نعمل براش تول، نعملها هنا باللون الابيض، وتروح دي تغيرها على الاوفرلاي، ونكبر كده البراش تول وننور ظهره، يعني ظهره كده ينور. جميل قوي. طبعا هتلاقي ان في حدود حمراء نسبة لان الصورة كانت حمراء، فهنروح نعمل هنا هيو اند ساتوريشن، ونيجي عند اللون الاحمر ده، وهنخليه هنغيره كده لحد ما يبقى باللون الموف. طبعا الناس هتقول لي طبعا هو ما اتغيرش شوية، نركز بس عليه شوية احنا. تعالى مثلا ناخد القطارة دي ونعلم. ماشي. طبعا عشان هو بيلعب في الخلفية هنعمل كليبنج ماسك، ندوس على الت وما بين الاتنين لاير وبنعمل كده اهو. تمام. طبعا احنا عايزين نظبط بتاع، ما عادي ممكن نخليها على كاستم دي كده عادي. تمام. هنعملها تاني اهو. هنعمل هنا هيو ان ساتوريشن، نعملها كده اهو. كليبنج ماسك. تمام. ايوه. ايوه اظبط بقى كده لحد ما نخلي لون الشعر اللون الاحمر ده يختفي. خلاص بقت باللون مفيش مشكله. هنروح بعد كده نعمل دي كنترول اي. كان نيجي بقى عند الحواف، كان نظبطها. اه
الناس هتقولي بقى في لون درجة لون سيان، هقول لك هنغيرها عادي مفيش مشكلة اهي. المهم اللي هو ايه اكس هنا، اكس اوكي، اكس تمام. ممكن تروح بقى على الهيو ان ساتوريشن تاني، واروح بقى اظبطها بالنسبة لدرجة اللون اللي انت عايزها اهي. تمام كده دي درجة لون مناسبة. تمام لو في هنا مثلا اي لون طلع زيادة يبس. تمام تتعمل بكذا طريقة. المهم اللي احنا كده ايه شلنا اللون مثلا هنا اهو. تمام ممكن عادي يكون فيه زي انعكاس كده اهو. شلنا اللون الاحمر عشان ما يبقاش فيه لخفنة. ماشي ممكن نروح نعمل تاني هنا السوليد كولر، واللون هيبقى باللون الموف. تمام ونروح نعمله مثلا باللون، نعمل سكرين قصدي. تمام ونيجي هنا نضغط ضغطتين، تيجي دي كده تدوس بالالت عشان تفصلها، يظبط لها لك كده اهو. تمام ممكن درجة اللون بس نغيرها شوية كده. تمام يعني مديناها على اللون الازرق شوية. تيجي هنا تدوس كنترول اي عشان نعكس الماسك، ونجيب بقى بالبرش تول بتاعنا، نيجي عند الحتة اللي فيها اضاءة دي كده شوية، نعكس اضاءة على الحتت اللي فيها هايلايت. تمام بس كده اهو. تمام جميل قوي. نروح بعد كده نبتدي اللي احنا هنكتب على التصميم، وهنحط اللي هو الجزء اللي هو بتاع الموقع. فانا رحت على موقع فري بيك. تمام واللي جبت الويب سايت، انا بجيب بس الفكره. الويب سايت، صوره الويب سايت دي عجبتني، هروح بقى اخد الصوره. تمام اهي، واروح على الفوتوشوب اهو، واحطها في ظهره، ونكبرها مثلا بحيث ان هي تبقى قد البتاع. طبعا زي ما قلت لكم كبروا يا جماعه في الصوره المصغره، يعني لازم التفاصيل تبان. ان انا ما بقتنعش باي صوره مصغره. واحد معلش يا جماعه بيبقى الشخص دوت عباره عن نمنمه فيها، ده حرفيا حد ما بيفهمش في تصميم الصور المصغره. ما ينفعش خالص. ممكن يكون نعمل حاجه ان الشخص يبان صغير، ولكن في عنصر اساسي المفروض يبان. تمام بعد ما عملنا هنا تاني، انا كبرت رحت عملت دي بعد كده سكرين، او ممكن تعملها هي سكرين. تمام وهندوس هنا كنترول يو عشان نغير اللون الاحمر ده كده، ونخليه باللون الموف عشان يليق مع التصميم. ممكن دي ننزلها تحت دي. تمام هنا مش مهم عادي، ممكن نعملها بالكاميرا رو. تمام بعد كده هناخد دي ونعمل لها بلور، بيرشن بلور، نديها شوية بلور كده اهو خفيف. تمام بس كده اهو. بعد ما عملنا كده حتى بصوا الكتابة اهي. ناخد بقى الكتابة دي ازاي. بقى الكتابة دي هتيجي كده وتروح تعمل برضو نقطة مهمة جدا لازم تكونوا فاهمينها كويس. تعال نكتب مثلا ايه موقع ممنوع تدخل عليه. موقع ايه موقع ممنوع. بصوا يا جماعة ركزوا شوية. هل مثلا انا اروح اعمله بخط مثلا زي دوت موقع ممنوع، الفونت كويس مفيش مشكلة، ولكن انا بفضل حاجات كده معينة. لو انا جدي شوية بلاش تخلي تبقى الخط بيبقى ماية، يعني انت فاهمين الفكرة. بلاش تخلي الخط ماية، خلي الخط يبقى جدي. بس الفونت ده يعني هو لايق شوية مع التصميم. ممكن موقع ممنوع تدخل عليه، او يعني مثلا ايه في فكرة، احنا موقع ممنوع تدخل. ممكن تدخله خلاص، تدخله، تدخل اوكي. موقع ممنوع تدخل. ممكن دي نجيبها، أو احنا كاتبين اصلا يعني كلمة ممنوع اصلا. تدخل. طبعا بس الكلمة تاني اهي، تدخل عليه. يعني ممكن نكون كتبناها على سطر واحد يعني مفيش مشكلة. دي طريقة طبعا الدحيح زي ما قلنا. تمام اهي طريقة اهي، طريقة. بس انا الكلام اساسي شوية، فانا مش ما كنتش حابب كده اهو. فنرجع تاني بقى للفكرة اللي انا عايزها. انا عايز ان عشان انا جدي، فانا عايز ان الفونت يبقى جدي شوية معايا. فمثلا هنعمل الفونت دوت، وهو الفونت دوت اهو اسمه، ده فونت مجاني تلاقيه. تمام وعملنا كده مسافة
تمام. ممكن نصغر كده شوية وحطيناه ما بين دماغي، يعني هو موقع. تمام. وننزله مثلا تحت كده شوية، موقع تدخل عليه برضه هنعمله بنفس الفونت. تمام. بصوا يعني عشان برضو هي دي هتغطي، فبالتالي انا هعمل كشيدة بندوس على شيفت اهو، شيفت وحرف الجي او التي من الكيبورد، ونكبر نعمل كشيدة دي تدخل عليه ونحطها هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نعمل كشيدة لحد ما ايه تظبط مع نفس برضو ايه الفونت اللي فوق، نفس المقاس وكل حاجة تمام. بس كده اهو. تمام. ننزل كده تحت شوية. اوكي. موقع ممنوع تدخل عليه. ايه رأيكم يا جماعة؟ هل كده خلصنا؟ لا، عشان بس الكلمة مغطية على الاكس وهو اساس التصميم، هندوس هنا كنترول على الاتنين، كنترول جي. تمام. وكده نخلي الجزء اللي فوق دوت مخفي شوية، وتيجي هنا وهنا. تمام. هتروح على الماسك اللي هو بتاع الشخص ده، تروح تحطه في ممنوع، وتيجي هنا دوس كنترول اي عشان نعكسه، وهتيجي تحط سوري، تيجي تحطه برضو تدوس الت. انا بسحبه بدوس بالالت واروح تدخل عليه. اذا كده خليت الكلام كلمه وراه. نيجي بقى في الجزء الباقي دوت، هتيجي هنا شيفت مع ده وتدوس كليك يمين، كونفيرت تو شيت. ايه ده؟ اي كونفيرت تو شيت. وتيجي بقى عند الشيبس كده بتاعتك، وتيجي هنا نلغي ديت، ونيجي هنا نفعل الستروك ونعملها مثلا على 2. يبقى اوكي كده. كده احنا عملنا ان كلمة تبان حتى لو هي وراه. تمام. اذا كده احنا يعتبر كده خلصنا كده فعلا التصميم. هندوس بقى شيفت كنترول الت اي، وندوس على فلتر، تعمل رو فلتر، ونظبط بقى الالوان بتاعتنا والدنيا بتاعتنا. ممكن نزود في الشاربن، نزود في النويس ريدكشن. تمام. ونروح مثلا على نعمل زي فيت اسود من على الجناب. تمام. ونروح على اللهم صل على النبي التكتشر، نزوده كده شوية. وممكن هنا برضو نعمل زي فيت اسود على الجناب. دي ممكن عشان بتدي تحس ان هي عنف شوية في التصميم في الشكل. ممكن نيجي بقى على الألوان، شوف لو انت عايز تحسن درجة اللون، عايز تعملها باللون ده الدرجة دي. يعني انا شايف ليه تمام قوي. يعني شوفوا بقى كده تمام. هيو ان saturation كده تمام برضو، مش محتاج. تمام كده. بصوا كده قبل كده بعد كده، تحس اللي هو برضو الفيد الاسود دوت ادى تركيز برضو على الشخص، وادى تركيز على الكلام. كده الصورة المصغرة ناجحة. ناجحة يا جماعة. كده دي هتجيب نتيجة. ممكن هنا تم، يلا بينا نحنكش. تم تصميم هذا، سبحان الله، هذا التصميم. سبحان الله، تم تصميم هذا التصميم بواسطة المصمم محمد قايد. يا سلام على الإبداع، وسلام على القافية والوزن يا جماعة. تمام. هات بقى دي كده، ممكن نديها بقى خط بقى خفيف قوي 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 قوي، ويبقى زي ما قلت لكم هنا هيبقى لايت. وممكن نصغر كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، ونحطها كده في النص. بس يا جماعة ممكن دي، بس خلاص كفاية قوي كده اهو. يبقى كده ده التصميم، والتصميم دوت اسمه السهل الممتنع. شايفين يا جماعة جودة التصميم، جودة الصورة المصغرة عاملة ازاي، بفكرة بسيطة قوي وشغل بسيط قوي. دي الفكرة التانية معانا النهاردة.